تسيطري على حياتك، عادات سلبية تسرق سعادتك وحياتك. تعالوا النهاردة نتكلم مع بعض بكل صراحة عن ايه الأسباب والعادات والعقليات اللي بتخلينا نفضل في مكاننا من غير ما نتقدم، والناس التانية بتتقدم في حياتها وبتحقق أهدافها وبتحقق نجاحات. كل ده واحنا قاعدين في مكاننا بنتفرج عليهم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكل إخواتي وبناتي وحبيباتي وستاتي المحترمين، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي على النبي جميعا، متنسوش اللايك الجميل بتاعكم، شير لعل حد يستفيد، الدل على الخير كفاعله، ونصلي على النبي الغالي وسبسكرايب، تنوروني وتشرفوني. أصح بعلق أخطائي على شماعة غيري. اني مثلا لا المشكله دي مش مشكلتي، لا انا ما عملتش كده، لا ده الظروف هي اللي ضغطت عليا، لا ده فلان ضغط عليا، ده فلانه بتعاملني وحش. دايما بحط اخطائي على شماعه غيري. دايما بقارن. تمام كده، عشان كده هفضل واقفه في مكاني. بص يا حبيبتي، من الحاجات السلبيه اللي بتعطل تقدمنا في حياتنا ان انا هتكلم عن حاجه واحده بس النهارده، وهي المقارنه. ان انت تقارني نفسك بحياة غيرك. صدقيني صدقيني، ان انت تقارني نفسك بحياة غيرك دي اول اسباب فشلك في الحياة. ليه؟ لانك انت مش هتفضي ان انت تحققي اهدافك وانتاجك. هتفضلي قاعدة مكانك تبصي، فلانة جابت عربية، فلانة جابت شقة تمليك، فلانة جابت دهب، فلانة خلفت، فلانة اتجوزت، فلانة راحت، فلانة جت، فلانة الناس بتحبها، فلانة عندها شخصية، عندها كاريزما. اشمعنى انا ما عنديش؟ اشمعنى انا ما عنديش؟ اشمعنى انا ما عنديش؟ طول ما انت قاعدة بتقارني نفسك بغيرك هتفضلي واقفة مكانك، مش هتتقدمي في اي حاجة. ليه برضو؟ لان المقارنة دي يا بنات ويا ستات يا جميلات يا امارات، للستات اللي قاعدين يبصوا للي جابت دهب واللي جابت عربية واللي جوزها جاب لها شاليه معرفش فين لا، المفروض ان احنا ما نبصش للي في ايد غيرنا اصلا. ده دينيا حرام، يعني دينيا حرام. ليه؟ لان ده هيولد عندك طاقات سلبية. ايه هي الطاقات السلبية دي؟ اول حاجة الغيرة، الحقد، الحسد. ده حتى لو انت مش بتحسدي هتحسدي بما ان انت بتبصي للي في ايد غيرك. طب ما ليه ما ابص في ايدي؟ ما ابص للكوبايه ونصها المليان، بلاش ابص للنص الفاضي. النص الفاضي ده هو اللي انت عماله تقولي عليه انه مش عندك. طب ما تبصي للنص المليان. بنوته اموره جميله، ربنا كرمك واتجوزتي. جوزتي مين؟ جوزتي شاب جميل حلو كنتي بتحبيه وربنا كرمك واتجوزتيه. خلفتي، الحمد لله، ربنا كرمك وخلفتي ورزقك بالولد او بالبنت. الحمد لله صحته حلوة ومعافى، مبسوطة بيه فرحانة. جوزك طيب واخلاقه حلوة وبيحبك، مش مخليكي عاوزة حاجة. بسم الله ما شاء الله، عندك اصحابك، عندك اخواتك، عندك مامتك، عندك باباكي. اتجوزتي في بيت جميل. ممكن ما تكونيش جايبه كل اللي انت فيه اللي نفسك فيه، هتجيبيه بعد كده. ليه مش بتبصوا يا جماعه لنص الكوبايه المليان؟ ليه دايما نبص للنص الفاضي؟ مش دايما طبعا ومش اغلبيتنا. دي احنا بنتكلم عن الفئه اللي هي عندها يعني نقص شوية في الثقة بالنفس، وعندها الغيرة، وعندها المقارنة. المقارنة بالغير، ان انت تقارني نفسك بالغير. ليه ما تقارنيش نفسك بحد؟ بصي لنفسك، بصي للحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك، استغليها. بصي لشخصيتك، بصي لتعليمك، نمي من نفسك. انت متعلمة ومعاكي شهادة، لو حتى بتشتغلي تنمي من نفسك وتنمي من شغلك وتكبري في شغلك بدل ما تبصي لغيرك في الشغل برضو. تمام. يعني لو مش بتشتغلي وفي البيت، بصي لبيتك، كبري بيتك. ربي اولادك حلو، ربيهم على الاحترام، على الاخلاص، على الدين وحب الدين، وازرعي فيهم النزعه الدينيه. ما تبصيش للي جابت بقى شقه واللي جابت عربيه. ليه نبص في الارزاق بتاعه الناس؟ دي ارزاق ربنا سبحانه وتعالى رازقهم،
او بعدين ده رزق برضه، ما ينفعش تبصي لرزق حد، تبصي لرزقك انتي. لان كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيديله رزقه على قده. هو عارف ان ده محتاج كذا هيديهوله، وعارف ان ده ناقصه كذا هيديهوله، وهيرزقك برضو عارف انك ناقصك حاجه هيديهالك. فاحنا ما نبصش بقى لحته ان احنا نقارن نفسنا بالغير، سواء بتقارني نفسك في الشغل، او بتقارن نفسك باخواتك، او بتقارن نفسك باصحابك، او بتقارن نفسك بجيرانك. لا، عايزه كل ست بيت تحمد ربنا سبحانه وتعالى ويبقى عندها الرضا. الرضا ده يا جماعه شعبه من شعب الايمان. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك رضا تام بكل اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليكي بيه، هتبقي عايشه في منتهى السعاده. عمرك ما هتبصي لحد، وعمرك ما هتقارني نفسك بحد. ليه بقى؟ لان كل انسان عنده مقوماته الشخصيه اللي بتختلف عن الانسان التاني. زي كده ما هنقول زي بصمه الايد، كل واحد بصمته بتختلف عن التاني. انا بصمتي غير بصمتك، غير بصمتها غير بصمته. دي اعدادات شخصيات، ربنا سبحانه وتعالى مدي كل واحد ملكات خاصة بيه. فدي ارزاق. ما تبصيش لغيرك، بصي لنفسك، طوري من نفسك. اللي جاب الذهب دي حوشي يا حبيبتي، حوشي من مصروف بيتك شهر على شهر على شهر وهاتي. خلي المقارنة دي تديكي طاقة إيجابية بدل ما تديكي طاقة سلبية، وتقعدي تقعدي بقى تلعني حظك وحظي كذا، ويا ريتني اتجوزت واحد غني كان جاب لي، وتقعدي تندبي بقى الندبات، بقى ندبت شندلات بقى شغاله. تمام. ليه كده؟ ما بحبش الطاقه السلبيه دي مع الستات، سواء ستات آه، بيوت او ست شغاله. ما انا برضو كنت بشتغل يا جماعه، وشفت الطاقات السلبيه دي كتير قوي في حياتي، والله العظيم اتقالت لي في وشي. يعني اما واحده تبقى شغاله معاكي، يعني انا الحمد لله كنت بشتغل مديره المرحله في التعليم، تمام. وتيجي مثلا تشتغل معايا واحده قريبه من سني، تقول لي ازاي ان انا ما مش بشتغلش زيك كده، انا عايزه ابقى زيك مديره. في وشي كده، في وشي على طول. فقلت لها سبحان الله، ربنا يا حبيبتي يوفقك. والله اقسم بالله، اقسم بالله ان انا ما ببصش للحسد ولا الحاجات دي خالص. انا بعدها سبت الشغل، لاني ربنا يعني اصبت بالمرض، جالي جلطه في الرئه وفي رجلي، وجلطه في رجلي، وقعدت في البيت. طب انا مش هبص بقى اقول هي اللي قالت لي كده في وشي وحسدتني مثلا او حاجه. لا، انا الحمد لله مؤمنه بربنا سبحانه وتعالى. هي ممكن قالت كده وهي مش ما تقصدش، وانا حصل لي كده، ده عشان ده ربنا هو كاتب لي كده. فواحده غيري بقى تقعد حسدتني ونقرتني لا، دي كلها اقدار. انا الحمد لله راضيه بقدري، والحمد لله راضيه بنصيبي. بس بوريكم برضو ان كلمه برضو دخلت عليا ضايقتني، الكلمه نفسها هزت لي جسمي. طب انت ليه بتقولي كده؟ ما هو انا شغاله في مجالي وانت شغاله معايا في مجالك، بس انت مثلا مدرسه وانا مديره. مش شرط ان احنا عشان سننا قريب من بعض ان انت تقولي لي لا انا لازم ابقى زيك. هي قالتها كده. فبوريكم يا جماعه ان المقارنات ديت ممكن توصل للواحده انها تحسد وهي مش واخده بالها، غصب عنها هي طلعت الكلمه كده. وسبحان الله انا حصل لي كده. فهي بصوا، مش عايزين نوصل نفسنا ان احنا نبقى كده، نستكتر الخير على بعضنا، نستكتر النعمه على بعضنا. لا، كل واحد يحمد ربنا على النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها له. دي كفايه بس نعمه الصحه دي، والله العظيم احلى واكبر نعمه في الحياه. ربنا يديكم الصحة جميعا ويبعد عنكم كل شر. بس أنا بوريكم إن المقارنات في الحياة طريقها صعب، وبتوديكي لمكان صعب أوي أوي. في ناس يا جماعة بتجيلها حالة نفسية من المقارنات دي، بتمرض مرض نفسي من المقارنات، انها بتقارن نفسها بغيرها، انها ليه مش زي غيرها، انها ليه ما عندهاش زي غيرها. في ستات كده، دي بتبقى كل واحدة وحالتها، دي فروق نسبية. يعني في ست تعدي عادي، انا بالنسبة لي ولا في دماغي الموضوع ده اصلا. من يوم ما ربنا خلقني سبحانه وتعالى لا عمري بصيت لواحدة عندها حاجة، ولا عمري بصيت لواحدة جالها حاجة. بل بالعكس، الحمد لله الواحد بيبارك لأي حد في حاجته، ويبارك لأي حاجة، أي حاجة حلوة يلاقي الواحد حد صحابه جايبها. في حد غيري، في حد غيري، مش لازم كله يبقى زيي.
لازم كلنا نبقى كده، نحب الخير لبعضنا، بلاش نقعد نقارن مع بعض ونقارن ونستكتر الخير على بعض لا، خلينا كده نحمد ربنا ونرضى باللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لنا، ومن حمده زاده على رأي اللي بيقولوها. يا اختي طول ما انت بتحمدي ربنا كده ربنا هيكرمك، وهتجيبي دهب وهتجيبي عربيات وهتجيبي شقق وهتعملي كل اللي نفسك فيه، بس الحمد والرضا من القلب ده اللي لازم ان شاء الله بامر الله كلنا نسترس عليه. واي واحده تلاقي نفسها كده تراجع نفسها وتقعد تقول لا انا ما اعملش كده، لا غلط اللي انا بعمله ده غلط. دايما نريح نفسنا يا بنات، دايما نشوف. تمام يا حبايبي، يلا يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ونسيب موضوع المقارنات ده خالص، ونشوف حياتنا ونعيش في حياتنا، ونقارن نفسنا قبل ونفسنا بعد. يعني نشوف احنا قبل كنا بنعمل ايه، وبعد ان شاء الله هنقلع عن اي اخطاء كنا بنعملها في حق نفسنا. اولا اذا ترددت بين نعم ولا فقل لا، لان الرغبة الحقيقية ليست موضع شك. يبقى احنا كده هنقول لا لأي مقارنات، نحمد ربنا على حياتنا ونشكر فضله، ويكون عندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيدينا الخير ودايما عاوز لنا الخير، وان احنا الحمد لله ولله الحمد ربنا مدينا ال24 قيراط بتوعنا، مفيش حاجة ناقصة منهم ابدا. اشوفكم ان شاء الله على خير، ودايما في سعادة ورضا وراحة بال، والى الله اقرب باذن الله. احلى بنوتات واحلى ستات. متنسوش بقى لايك شير الفيديو، دل على الخير كفاعله. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.